اخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش ديروا ملف ديال فيزا سياحه لفنلندا من المغرب خطوه بخطوه. بما ان فنلندا ما كترفضش بزاف ديال الطلبات، فكنصحكم تدفعوا ليها الى كان في المكتب باش تسافروا سياحه الى فنلندا، وهي محسوبه على الشينغن. يمكن لكم تسافروا فين ما بغيتوا ملي تكون عندكم الفيزا ديال فنلندا. اول حاجه خاصك باسبور يكون باقي فيه الصلاحيه على الاقل ديال 3 شهور، ويكون فيه جوج ديال الصفحات مازالين خاويين. خاصك حتى جوج ديال الصور شخصيه جداد بحال ديال الباسبور، زيد عليهم تامين السفر اللي كيغطي لك 30,000 اورو في الحالات الطبيه الاستعجاليه. خاصك حتى ريزيرفاسيون ديال الطياره وديال لوطيل، وكذلك خاص كشف حساب بنكي ديال اخر 3 شهور باش يتبين بانه عندك الامكانيه وعندك الماده باش غادي تسافر، وعندك الفلوس اللي غتقدك في داك السفريه اللي غادي تمشي على حسب المده اللي غادي تطلب في الورقه ديال طلب الفيزا. اما بالنسبه للوراق ديال الخدمه، عندك جوج مهمين: شهاده ديال العمل وورقه ديال الاجازه. شهاده العمل خاص تكون مكتوبه في البابيون تيت ديال الشركه، فيها سميتك كامله والمنصب ديالك وشحال خدام من عام معاهم وشحال كتاخذ في الصالير، وتكون موقعه ومختومه من عند المسؤول ديال الشركه. اما ورقه الاجازه خاص الشركه تكتب فيها بالضبط من ياش حتى لياش العطله عندك، وتاكد باللي الخدمه ديالك غادي تبقى محفوظه من بعد ما ترجع من البلاصه اللي غادي تمشي لها. والوراق من الاحسن يكونوا مكتوبين بالانجليزيه، ولا يكونوا مترجمين باش هكذا ما تلقاوش السبه باش يرفضوا. من بعد ما تجمع كل شيء خاصك تحجز رونديفو ديالك في المكتب المسؤول على التنسيق بين القنصليه والمواطنين، ولا في المدينه اللي قريبه عليك. وبما ان فنلندا كاينه القنصليه ديالها في الرباط، فتما فين كيدفعوا الطلبات ديال الفيزا مباشره. وبالنسبه للمصاريف كاينه 80 اورو ديال الفيزا بالنسبه للناس الكبار، و40 اورو بالنسبه للوليدات اللي ما بين 6 سنين و12 عام، ومجانا الناس اللي عندهم اقل من 6 سنين. غادي ياخذوا منك البصمات والصوره ويعطيوك واحد الريسي ديال التتبع باش تتبع الحاله ديال الطلب ديالك فين وصلات. وغالبا كتاخذ 15 يوم خدمه باش كتخرج لك الفيزا، ولا ما كتخرجش ليك، ولا كيقولوا لك شنو هو السبب علاش ما خرجتش ليك. ومن الاحسن ديما دفع الفيزا ديال الشينغن قبل ب3 شهور باش هكذا كتكون مطمئن انك غادي تسافر ولا ما غاديش تسافر بالنسبه للوجهه ديالك، وكتحدد شنو خاصك دير. وكنصيحه اخيره، تاكد بان المعلومات اللي درتيها كلها صحيحه، والاسماء والتواريخ اللي كاينه في الباسبور، وخلي الاوراق كلها موقعه ومختومه، ودي معاك نسخه اضافيه كذلك، وهكا غتكون واجد باش تزيد فرصه ديالك في القبول وتسافر مرتاح لفنلندا. وطريق السلامه للجميع، والله يسهل على كل واحد.